أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. جولتنا النهاردة هتكون في المكان اللي قدامنا ده على طول. المكان ده تقاطع شارع فؤاد مع شارع النبي دانيال، والمبنى اللي قدامنا ده على طول هو مقر جريدة الأهرام. والمبنى ده قبل ما يكون مقر جريدة الأهرام كان اسمه قصر أجيون. أيوة، لعائلة أجيون. هي عائلة يهودية فرنسية مغربية، كانوا عايشين في اسكندرية. تم بناء هذا المبنى في عام 1887. يعني المبنى العظمة ده بقاله دلوقتي حاليا 135 عام وداخل على 140 عام. ما شاء الله، تحفة معمارية رائعة. متهيألي كل اللي بيمشي في المكان هناك بيبقى رافع راسه، ماشي رافع راسه، يعني بيتفرج على جمال المبنى. أنا عن نفسي لما بكون ماشية في شارع فؤاد ببقى ماشية رافعة راسي. أول حاجة فخورة إن المكان ده أو شارع فؤاد أقدم شارع على مستوى العالم. دلوقتي بقاله 2300 سنة موجود في بلدي اسكندرية. وكمان العظمة المباني المختلفة في كل العصور، واللي صمموا شارع فؤاد والمباني الموجودة فيه جاليات مختلفة، جنسيات مختلفة، منها طلاينة وفرنسويين ويونانيين. واللي صمم مبنى الأهرام أو قصر أجيون هو المهندس المعماري أنطونيو لاشيك، المولود سنة 1856 وكان عايش في شمال إيطاليا، لكن هو جه هنا اسكندرية أو جه مصر علشان يلاقي فرصة عمل. وصل هنا سنة 1885، وكان مبنى الأهرام هو أول مبنى كان يصممه. ولكن هو عمل مجموعة مباني كتيرة جدا، منها قصر المجوهرات، وهو صمم أيضا ميدان الخرطوم، وكمان مبنى محطة مصر أو مبنى القطارات بتاعت اسكندرية. لكن بعد كده انتقل إلى القاهرة سنة 1892 ليكمل إبداعاته، وتم اختياره في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني ليكون كبير مهندسي القصور الملكية. وصمم في القاهرة مباني كتيرة جدا، منها قصر الطهرة وقصر الزعفران وتجديد قصر عابدين بعد الحريق، وكمان عمارات القاهرة الخديوية. عايزة أقول لكم إن قصر أجيون ده المبنى الجميل ده بعد كده انتقل إلى عائلة تكلة اللي هم مؤسسي جريدة الأهرام في اسكندرية. عايزة أقول لكم إن كان مكان مكتبة الأهرام دي كان في محل، أشهر محل للفراء على مستوى العالم. كان له فروع في لندن وباريس وروما، وكان هنا المقر بتاعه في اسكندرية. كان هو عبارة عن تلاجة. التلاجة دي كانت بتحفظ الفورير والفراء. طبعا اسكندرية كانت مليانة هوانم، كانوا بيحفظوا الفورير والفراء بتاعهم في فصل الصيف علشان درجة الحرارة العالية بتأثر على الحاجات دي. طبعا الحاجات دي بتبقى غالية جدا، الفراء والفورير، وخاصة اللي هو المينك الثمين. دلوقتي الحاجات دي بتوصل يعني أسعارها فلكية، ممكن يوصل 100,000 دولار. لكن دلوقتي مكتبة الأهرام هي مكان المحل ده أو مكان التلاجة. أنا دلوقتي هاخدكم في مكان تاني في محطة الرمل في شارع سان سابا. الشارع ده مشهور، اللي هو فيه شنط جلال وفيه كنيسة. هوديكم لمحل لحفظ الفراء، يمكن المحل الوحيد اللي موجود دلوقتي حاليا في اسكندرية، مفيش غيره، اسمه فراء أورلانديني. هو دلوقتي اللي بيحفظ الفراء أو الفورير، هو يعني بيعتبر تلاجة. المكان ده مفيش غيره في اسكندرية،
وهو دلوقتي بيتعامل مع صفوة المجتمع، الفراء أو الفورير. طبعا هو أنواع وأشكال مختلفة. طبعا الحاجات دي كانت موجودة زمان كتير جدا، لكن نادر اللي عنده فورير أو الحاجات دي، يعني مش كتير دلوقتي لأن الدنيا اختلفت كتير. ده المحل من جوه يعتبر تلاجة لحفظ الفورير المشهور الوحيد اللي موجود في اسكندرية. وهو دلوقتي بيدير المكان الأستاذ عادل حسن، وهو توارث المهنة دي من والده، ووالده كمان توارثها من الأجانب لأن هو والده عمل معاهم لسنوات كتيرة جدا. اسم المحل كمان مرة اسمه فراء أورلانديني لحفظ الفورير والفراء. ده موجود في شارع سانسابا، في نص شارع سانسابا، مفيش غيره في اسكندرية. اللي حابب يعني يحفظ فورير أو حاجة يجيله هنا. هو طبعا عنده التلاجة وبيعملها بتقنية معينة، مش أي حد بيفهم في الحاجات دي في حفظ الفورير، علشان درجة الحرارة بتبقى عالية في الصيف. وأتمنى إن المحتوى يكون عجبكم، وبشكركم جدا جدا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في حب اسكندرية، نلتقي.